لو عندك مرض السكر ينفع تاكل كحك العيد؟ ولو تاكله ازاي بأمان؟ المعلومات كلها في الفيديو ده. من الآخر، العيد داخل علينا وكل سنة أول ما العيد يقرب بيتكرر عليا نفس السؤال 100 مرة: يا دكتور أنا مريض سكر، هل كحك العيد ممنوع تماما؟ ما أقدرش أستمتع مع أولادي؟ ما دقش كحك حماتي؟ يعني أقعد بس أتفرج على الناس وأنا محروم؟ معقولة لقمة صغيرة زي دي ترفع السكر؟ وهل الكحك أخطر حاجة لمريض السكر؟ ولا الموضوع مجرد طريقة أكل غلط؟ طب خليني أسألك سؤال مهم جدا: هل المشكلة في الكحك نفسه؟ ولا المشكلة في طريقة أكله والكميات والتوقيت؟ المعلومة العلمية اللي ناس كتير ما تعرفهاش هو إن مريض السكر مش ضروري يعيش في حرمان، لكن في نفس الوقت في أخطاء بسيطة جدا ممكن تخلي قطعة كحك واحدة ترفع السكر لمستويات عالية جدا. وفي المقابل لو أكلتها بطريقة ذكية ممكن تستمتع بأجواء العيد وأطعمة العيد بدون ما تدمر مستوى السكر في الدم. عشان كده في الفيديو ده هنجاوب على أهم الأسئلة بيسألوها مرضى السكر في العيد. هنتكلم عن هل الكحك فعلا ممنوع، ولو مش ممنوع أفضل وقت ناكله إمتى، وأخطر أخطاء بترفع السكر جدا، وإزاي نقلل تأثير السكر في الجسم، وإزاي تزور الناس في العيد بدون ما السكر يخرج عن السيطرة. بس خلينا نبدأ بأهم سؤال: هل كحك العيد فعلا ممنوع تماما على مرضى السكر؟ الإجابة العلمية ببساطة لا، الكحك مش ممنوع تماما، لكن لازم تفهم حاجة مهمة جدا: مرض السكر مش معناته انك تمنع السكر 100%، لكن معناته انك تتحكم في الكمية والتوقيت وتأثير الأكل على الجسم. الكحك في الأساس عبارة عن إيه؟ دقيق أبيض، سمنة، أحيانا تمر، مكسرات أو ملبن، وده معناته إنه غني جدا في النشويات السريعة الامتصاص. على فكرة قطعة كحك واحدة ممكن تحتوي من 150 ل 200 سعرات حرارية ومن 15 ل 25 جرام سكر الكحكاية الواحدة. وده رقم مهم جدا لأن كل 15 جرام من النشويات ترفع مستوى سكر الدم بشكل واضح عند مريض السكر. لكن هل ده معناته ممنوع؟ لا، الدراسات الحديثة في التغذية لمرضى السكر بتقول إن الاعتدال أهم من المنع التام. المنع الكامل ده غالبا بيؤدي لاشتهاء شديد وإفراط في الأكل وساعات فقدان السيطرة على النظام الغذائي تماما. عشان كده أفضل استراتيجية الأكل الذكي مش الأكل الممنوع. طب ليه الكحك بيرفع السكر بشكل كبير وبسرعة؟ عشان نفهم ده لازم نفهم حاجة اسمها المؤشر الجلايسيمي للأكل أو Glycemic Index of Food. يعني إيه المؤشر الجلايسيمي؟ ببساطة مقياس قد إيه الأكل اللي بتاكله بيرفع سكر في الدم. الأكل بينقسم لمؤشر جلايسيمي واطي، متوسط، وعالي. الكحك للأسف يعتبر من الأكل اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعهم عالي جدا، والسبب الرئيسي الدقيق الأبيض بيتهضم بسرعة جدا ويتحول لسكر الجلوكوز في الدم، وده في خلال وقت قصير جدا. وده بقى بيؤدي لارتفاع سريع في السكر، إفراز كميات كبيرة من هرمون الإنسولين، ثم انخفاض في السكر بعد كده. وده يفسر ليه ناس كتير بعد أكل الكحك يحسوا إنهم تعبانين أو عنده نعاس ويرجع يجوع تاني بسرعة، لأن ارتفاع السكر بسرعة وانخفاضه بسرعة بيعمل لخبطة في الدم جدا وفي شعور بالجوع والشبع. عشان كده أهم تحكم هو تحكم سرعة امتصاص السكر، ده مفتاح الأمان. طب ليه ما ناكلش كحك على معدة فاضية؟ ليه ده ممنوع؟ دي أهم قاعدة لمريض السكر في العيد: ما تاكلش كحك على معدة فاضية. طب ليه؟ لأن المعدة الفاضية بتمتص النشويات والسكر بطريقة أسرع، لكن لما تاكل الكحك بعد وجبة مليانة بروتين، دهون، ألياف، ده يبطئ مستوى الهضم، وده يؤدي لانخفاض في سرعة امتصاص السكر. الدراسات في علم التغذية وضحت جدا ان اكل النشويات والسكر بعد وجبة فيها بروتين بتقلل ارتفاع السكر في الدم جدا بنسبة ممكن توصل ل 40%. يعني ببساطة نفس قطعة الكحك ممكن ترفع السكر بشدة لو كلتها على الريق، لكن تأثيرها بيكون أقل جدا لو كلتها بعد الوجبة الرئيسية. طب اشمعنى لازم ناكل بروتين قبل الكحك؟ القاعدة الذهبية: كل بروتين قبل أي حلويات، خصوصا حلويات زي الكحك، مثلا بيض، زبادي، طبق فول، جبنة. البروتين ليه تأثير مهم جدا على السكر في الدم،
البروتين بيبطئ تفريغ المعدة، وده معناته ان الاكل يفضل مدة اطول في المعدة والامعاء، وبالتالي السكر والنشويات تدخل الدم بشكل تدريجي مش مرة واحدة. كمان بقى البروتين بيساعد على انه يقلل لك احساس الجوع، بيديك احساس بالشبع اطول. عشان كده لو كلت الكحك بعد وجبة بروتين غالبا مش هتحس بالرغبة اللي تخليك تفتح العلبة وتقعد تاكل 5 6 8، وده امر مهم جدا وسلوكيات مهمة مع الاكل. طب ايه الكمية الآمنة من الكحك لمريض السكر في العيد؟ القاعدة الذهبية بتقول ايه؟ قطعة واحدة بس، مش 3 قطعات ولا 5 قطعات، واحدة. طب ليه؟ لأن المشكلة مش في القطعة الواحدة، المشكلة في التراكم. مثلا كحكة واحدة فيها تقريبا 20 جرام سكر، لو أكلت 5 قطع انت أكلت حوالي 100 جرام سكر في 30 ثانية، وده يعادل تقريبا طبق رز كبير. وعشان كده العامل الأساسي هي كمية الكحك. أفضل استراتيجية هي استمتع بقطعة واحدة وكلها ببطء واستمتع بطعمها. طب المشي بعد أكل الكحك مهم؟ المشي بعد الأكل عموما من أفضل الطرق لخفضان السكر. لما تيجي تمشي العضلات تبدأ تستخدم السكر اللي في الدم كطاقة، وده يؤدي لانخفاض السكر في الدم. الدراسات كلها أثبتت إن مشي 15 دقيقة لتلت ساعة كفاية، ده ممكن يقلل ارتفاع السكر بشكل واضح جدا. يبقى المشي بعد أكل الكحك بيساعد على حرق جزء من السكر ويحسن حساسية الأنسولين ويقلل لك ارتفاع السكر في الدم. وعشان كده النصيحة الذهبية بعد أكل الحلويات اطلع امشي شوية. ايه أفضل وقت لتناول الكحك في العيد؟ أفضل وقت تاكل فيه كحك في العيد بعد الفطار أو بعد الغداء. اشمعنى يعني؟ لأن كده جسمك هيكون الأول استقبل الوجبة اللي فيها بروتين ودهون وألياف، وبالتالي امتصاص السكر هيكون أبطأ وتلحق تحرقه بقية اليوم. أسوأ وقت بقى لأكل الكحك هو قبل النوم على الريق أو بين الوجبات، لأن السكر في الحالات دي هيرفع في الدم جدا. طب ايه أخطر غلطة مريض السكر ممكن يعملها في العيد؟ أخطر غلطة إنه ياكل في كل بيت. في العيد الناس بتزور بعض، وفي كل بيت بيقدموا لك كحك بسكوت وبيتي فور، ومش بعيد يقولوا لك تعالى اقعد اتغدى معانا حتى لو انت واكل. والمريض طبعا يقول لك حتة واحدة وخلاص اهو عيد. لكن المشكلة مش في القطعة الواحدة، المشكلة في التكرار ده 6 7 مرات في اليوم. لو زرت 6 من قرايبك واكلت قطعة واحدة في كل بيت، واديك بتقول لنفسك ده انا اكلت قطعة واحدة بس، اصبحوا 6 قطعات، وده يعادل كمية كبيرة جدا من السكر. طب اعمل ايه؟ ما انا بزور بيوت كتير في العيد فعلا. الحل بسيط جدا، خد حتة صغيرة بس، ما تاكلش القطعة كاملة. الفكرة هنا المشاركة الاجتماعية مش الأكل. أحيانا حتة صغيرة من الكحكاية كفاية للمجاملة بدون ما ترفع السكر بشكل كبير. ولو عاوز تعملها بحتة ذكاء كمان اشرب معاها مثلا شاي سادة أو قهوة بدون سكر، كده بتشارك الناس في المجاملات وأجواء العيد بدون ما تأذي نفسك. طب ليه لازم أقيس السكر بعد أكل الكحك؟ آخر نصيحة مهمة جدا، راقب السكر بعد ساعتين. طب ليه؟ لأن كل جسم مختلف. في بعض الناس السكر يرتفع عندهم جدا بعد أكل الكحك، وبعض الناس الارتفاع بيكون بسيط. قياس السكر ساعتين بعد أكل الكحك يديك صورة حقيقية وواضحة جسمك بيتفاعل ازاي معاه. لو لقيت سكرك ارتفع جدا قلل الكمية في الزيارة الجاية، وده اسمه علميا التغذية الشخصية، يعني معرفة تفاعل جسمك مع الأكلات المختلفة. الخلاصة يا جماعة، مريض السكر مش لازم يعيش في حرمان، لكن في نفس الوقت ما ينفعش يتجاهل صحته. لو عاوز تستمتع بكحك العيد بأمان افتكر دايما القواعد: ما تاكلش كحك على معدة فاضية، كل بروتين قبلها، كل قطعة واحدة بس، امشي بعد الأكل، وراقب السكر بعد ساعتين. وافتكر دايما المشكلة مش في الكحك نفسه، المشكلة في الإفراط وعدم التحكم. مريض السكر طبعا ينفع يستمتع بالعيد، لكن لازم يتحكم في الكمية والتوقيت. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده لو انت عندك مرض السكر ازاي تاكل كحك عيد بأمان. من الآخر